إخواني أخواتي متتبعي قناة العين تيفي، أهلا وسهلا بكم إليكم هذه الاستضافات الرياضية المتنوعة. تعليق مثير من النجم المصري السابق ميدو بعد السداسية المغربية. أخبارنا تقول: خرج الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو بتعليق مثير عقب الهزيمة المدوية التي مني بها الفراعنة أمام المنتخب المغربي برسم مباراة تحديد المركز الثالث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ونشر ميدو تغريدة على حسابه الخاص بموقع إكس جاء فيها: للأسف خسارتنا من المغرب فضيحة، ولكنها فضيحة واقعية، فضيحة تعكس الفارق الهائل بين مدرسة كروية بدأت في فقدان هويتها ومدرسة كروية عرفت كيف تطور من نفسها، عرفت كيف تصدر لاعبين لأوروبا، عرفت كيف تطور من مدربيها، عرفت كيف تطور من رخصها التدريبية، عرفت كيف تستغل إمكانيات أولادها أصحاب الخبرات الكبيرة في المجالات المختلفة. وأضاف النجم المصري في ذات التغريدة: دولة لها رجال يخدمونها، ودولة لها رجال يخدمون أنفسهم، كل التحية للمغرب وأولادها، وإحنا لازم نفوق، يعني نصحى من النوم. وكان المنتخب الأولمبي المغربي قد دك شباك نظيره المصري بسداسية نظيفة ليظفر بالمركز الثالث، ومعه الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخه وفي تاريخ بلدان الإفريقية وبلدان العربية والبلدان شمال إفريقيا. وعلى صعيد متصل، نادي برتغالي كبير يقدم عرضا رسميا لنجم المنتخب الوطني بعد تألقه الكبير في الألعاب الأولمبية. صباح أكادير تقول: حسب ما أوردته مجموعة من التقارير الإعلامية الأوروبية، فإن نادي بنفيكا البرتغالي قدم عرضا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية لإدارة نادي جينيك البلجيكي بقيمة مالية تقدر ب8 ملايين أورو، أي ما يفوق 8 ملايير سنتيم، من أجل خطف الموهبة الكروية المغربية زكريا الواحدي والتوقيع له خلال الميركاتو الصيفي الجاري، سيما أن أعين العديد من الأندية الأوروبية تراقبه حاليا. ووفق معلومات من داخل معسكر المنتخب الوطني المغربي الأولمبي بمدينة مارسيليا الفرنسية، فإن الأخبار التي راجت مؤخرا بخصوص اهتمام بنفيكا البرتغالي ومجموعة من الأندية الأوروبية بخدمات زكريا الواحدي، فإن اللاعب المذكور سلفا لا يفكر سوى في اللقاء الهام. ومعلوم أن زكريا الواحدي قدم مباراة جيدة خاصة مع المنتخب المصري. كل توفيق للنخبة الوطنية، وكل توفيق أيضا لزكريا الواحدي الذي اعتبر من أبرز العناصر المغربية التي قدمت أداء ملفتا ورائعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.